الاهلي بيبص لكأس العالم للأندية. مين اللي يعني من اللاعبين في الوقت الحالي يقدر يكون متواجد النادي الاهلي يجيبه ويخش سريعا في مع الفريق ويقدر يستفاد منه النادي الاهلي في كأس العالم للأندية. تريزيجيه احد ابناء النادي الاهلي واحد المسؤولين البارزين في اداره النادي الاهلي وشركه الكره، يعني طرح فكره وجود تريزيجيه او استعارته من نادي ترابزون سبور، وان هو يبقى موجود مع النادي الاهلي كمان في الوقت الحالي يساعد كتير جدا في كأس العالم للأندية. فكرة مطروحة. ايه اللي يحصل بقى الفترة اللي جاية؟ ده برضو هيكون الرأي لكولر، وان يكون برضو رأي الشكل العام بقى الجانب المادي وجوانب اخرى طبعا بالنسبة حتى لنادي ترابزون سبور. احنا كنا قلنا خبر محمد محمود ان هو بيقترب من فيوتشر، عنده ايضا عرض اخر من الاتحاد السكندري، خصوصا ما بعد طبعا ان كولر يعني ما عندوش مانع في رحيل اللاعب في التوقيت الحالي، لانه يعني عنده المركز ده ممكن يكون خلاص، او عدم اقتناعه بامكانيات محمد محمود. يعني اللي انا شايف ان هو لعيب لو كان بقى موجود باستمرار ورجليه في الملعب كان هيعمل فرق كبير جدا في هجوم النادي الاهلي والحاله الخاصه بصانع الالعاب كمان. آه طيب، عندي خبر خاص بالكهرباء، والناس النهارده بتتكلم ان كهرباء ممكن يلعب الماتش المصري. لكن النقطه في ايه؟ النقطه ان النادي الاهلي بيعتمد على النقطه دي، ان مجرد ان العقوبه بتنتهي، وخطاب الفيفا حتى الان ما كانش جه بان بيتم تجديد الوقف، ممكن كهرباء يلعب في الوقت ده، عقبال بقى ما نادي الزمالك بيجدد طلبه بالغرامه والامور الخاصه بالغرامه. يكون طبعا كهربا ممكن يكون لعب ماتش المصري اللي جاي، وبالتالي هنا النادي الاهلي ما بيحبش يخش في ريسك، ما بيحبش يخش في ان انا ممكن الاعب لعيب ويجي الاهلي يكسب فيحصل ان الفيفا يقول لك لا انت لعبته من غير ما يبقى فيه صلاحيه بان هو يلعب، فيبتدي يحصل بقى خصم لماتش من الماتشات انت كسبته. حاجات كتير ممكن يكون النادي الاهلي ما يحبش يخش في ريسك، خصوصا كمان ان النادي الاهلي عنده في المركز بتاع كهربا لعيبه بتلعب اوريدي اساسي، يعني مش واقفه على كهربا. فهنا النادي الاهلي بيبتعد عن اي ريسك في وجود كهربا في اي مباراه للنادي الاهلي في الفتره القادمه، لحين طبعا حل هذا الامر الخاص بكهربا. شفنا بعض الامور والاخبار الخاصه بمروان عطيه لاعب نادي الاتحاد انه بيقترب من النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت، وكان في على فكره جلسه خاصه بكابتن خطيب وامير توفيق مع الحاج محمد مصلحي، وان الامور بتقترب بشده من تواجد مروان عطيه في النادي الاهلي. في بعض طبعا الامور في الصفقه بوجود بعض اللاعبين من النادي الاهلي في الاتحاد، وبعض الامور الماديه كمان.